شفتوا المتحف المصري الجديد؟ اتبسطتوا؟ انا اتضايقت جدا. تدخل المتحف تلاقي ناس عمرهم 7000 سنة كان عندهم تقدم في الهندسة، في العمارة، في الفلك، في الطب. مش طبيعي. كانوا في زمن مفيش قنوات يوتيوب ولا تلفزيون تذيع هما بيعملوا ايه، وبرغم كده كان صيتهم واصل للعالم كله. حضارتهم وصلت للعالم كله. وهنا الموضوع اللي يضايق ان كل الدول بتقدر ان هي تسوق لنفسها. امريكا، كوريا، اليابان. امريكا قعدت تصدر لك ان هي ارض الاحلام والسوبر هيروز، وهتروح هناك تلاقي سبايدر مان. تروح تبص لكوريا تلاقي الكيبوب والناس اللذيذه الكيوت المحترمين المؤدبين النضاف قوي. احنا ليه ما بنسوقش لنفسنا زيهم؟ كل دولة عارفة ان هي تخلق لنفسها شخصية، هوية، بيرسونا. انت اول ما تسمع كلمة كوريا هيجي في بالك ايه؟ اول ما تسمع كلمة امريكا، هو بصراحة لما تسمع كلمة أمريكا الفترة دي بيجي في دماغك شتايم كتير. احنا عندنا حضارة 7000 سنة، عندنا متحف بجد يعني يتدرس. ممكن لو في أي دولة ممكن يجيب لهم ربع اقتصادهم يعني بجد. فلازم يتسوق صح. احنا مش محتاجين نعمل حاجة جديدة عشان نثبت ان احنا كبار. احنا بس محتاجين نحكي احنا عندنا ايه. انا طالع من المتحف بفكر هو احنا ليه ما بنتكلمش بصدق على فخرنا بالحاجة دي. يا جماعة، في دول يعني ما كملوش كام سنة وبيقعدوا يتغنوا ويفخروا بدولتهم هم أول امبارح. انت بقالك 4000 و7000 سنة، انت ليه مش صادق في فخرك؟ كل واحد فينا قادر ان هو يسوق لبلده ازاي؟ ان انت لو سافرت بره تبقى صورة للبلد دي. فلو كل واحد حط في باله الحاجة دي، حرفيا كل واحد هيكون بره بلده انا مصري، يلاقوا ان ده شخص مهذب، شخص نظيف، شخص كويس، شخص فعلا. اول ما نبص عليه كده نقول ده مصر دي بلد جميلة. فانت اول طوبة في ان احنا نسوق للبلد دي صح. يجي بعدها بقى الاعمال الفنية المرئية، اغاني، افلام، منتجات، بودكاست، اي حاجة لازم نكون مراعيين فيها ان احنا نبرز هويتنا، ان احنا نطلع احلى ما عندنا، مش نطلع اسوأ واوسخ ما جوانا. اللي بيظهر في الصورة دايما حاجات حلوة، اللي على السطح دايما جميل، لكن دايما نصدر ان صورة مصر دي، مصر دي عظيمة، فخر. انت يا ابني فرعون يا ابني. انت مش متخيل يعني ايه فرعون. انت دمك بيجري فيه حضارة يعني من احسن واقوى واقدم الحضارات اللي في الدنيا دي كلها. مصر بجد مش محتاجة تتجمل، محتاجة بس تتشاف. ودورنا ان احنا فعلا نبرز اجمل ما في البلد دي وبس.